باحب البنات وأي حاجة عن البنات وأي حاجة تخُص البنات أنا باموت فيها، وأخطر حاجة البنت ممكن تعملها في حياتها إنها تستنى حد يصرف عليها، عشان تعيش الحياة اللي هي نفسها فيها، أصلها نفسها تتجوّز عشان واحد يصرف عليها ويطلّعها من العيشة اللي هي عايشة فيها. أنا هدفي هنا إنِّك تعيشي العيشة اللي أنتِ بتتمنيها، بس برضه يكون ليكِ مصدر دخل بتاعِك أنتِ، من فلوسِك أنتِ، من تعبِك أنتِ وشقاكِ أنتِ. ما تقوليش الست لأ، لازم ما تصرفش، والست لازم تتدلّع، والست لازم ما يبقاش معاها فلوس وحد يصرف عليها، لأ، لأ ما فيش الكلام ده. الست لازم يبقى معاها فلوس بتاعتها خاصة بيها تصرف على اللي هي عايزاه وقت ما هي عايزة، مهما كانت هي متجوزة ملاك، مهما كان أبوها راجل طيب، مهما كان لازم هي يبقى معاها فلوس عشان تحس بنفسها. نيجي بقى للسؤال المهم، أجيب الفلوس منين؟ أنا في الفيديو ده هاقول لِك تجيبي فلوس منين. قبل أي حاجة أحب أعرّفِك بنفسي، أنا مريم عوزة، باتكلم في القناة دي عن الحب والعلاقات والارتباط، الخلفة والولادة والأمومة والطفولة والتربية، وأي حاجة تخُص حياة المرأة من أول ما بتتم سِن ال12 سنة لغاية إلى ما لا نهاية وإحنا ماشيين مع بعض. هافضل معاكم لغاية لمّا أبقى عجوزة وعندي 100 سنة. لو أنتِ مهتمة بمجال المرأة وحياة المرأة تابعي معايا الفيديو للآخر. ما تنسيش تعملي لي لايك، شير، سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلِك كل فيديوهاتي الجديدة. تعالي بقى أقول لِك إزاي تجيبي فلوس. أول حاجة إنِّك تتعلّمي مهارة جديدة، اتعلّمي. أحلى حاجة في البنات إن هي تفضل تتعلّم، يعني ممكن تتعلّمي مهارة زي كتابة المحتوى، في بنات كتير أوي بتشتغل كاتبة محتوى، أو ممكن تتعلّمي إزاي تعملي shorts لليوتيوب أو shorts للإنستجرام أو shorts marketing لأي منتج، وتبتدي إن أنتِ تشتغلي في المجال ده. إنِّك تعملي إدارة لصفحات السوشيال ميديا للناس اللي عندها صفحات كبيرة بالملايين، إنِّك تتعلمي الترجمة، التدريس أونلاين. مش عشان آخد فلوس لازم أكون باعمل حاجة حلوة وتحفة وواو، لأ، عشان آخد فلوس لازم أكون باعمل حاجة الشخص اللي قدامي محتاجها. الناس هتدفع لِك فلوس عشان أنتِ هتوفّري عليهم وقت، جهد، أو هتحلّي لهم مشكلة هم مش عارفين إن هم يحلّوها. اشتغلي بإيدِك، في مهن كتير أوي موجودة الناس مش بتفتكر إن هي ممكن تكون مصدر دخل، زي إنِّك تعملي رايزن، إنِّك تعملي شموع، إنِّك تعملي حلويات، إنِّك تعملي إكسسوارات، الصابون والتطريز، الخياطة وصناعة الديكور. الحاجات دي كلّها ناس كتير أوي بتدفع فيها فلوس عشان تعملها. أنا عايزة أقول لكم حاجة، إن أنا حاليًا بقيت على جروبات الماميز، فلقيت ناس كتير أوي وبتكتب عليه اسم الولد والسنة بتاعته، هو مثلًا KG1 أو KG2 أو الكلام ده، وبيبقى sticker بالشكل اللي هو بيحبه، يعني لو هو بيحب سوبر ماريو أو بيحب ميكي أو كده، بنات بتعمل الdesign ده وبتطبعه على ورقة stickers وبتتحط على الكراسات بتاعة الولاد. الموضوع ده ماشي جامد جدًا اليومين دول. الsticker ده بيتلزق على الlunch box، بيتلزق على الشنطة، بيتلزق على كل حاجة، على الكتب، على كل حاجة. أمهات كتير عايزة تعمل الموضوع ده بس ما بتعرفش تعمل ده، فبتطلبه من واحدة تانية أونلاين. فمهما كان الموضوع أنتِ ممكن تحسي إن هو الموضوع إيه، أنا باعمل sticker إيه العبط ده؟ لأ، هو بيجيب فلوس، أيًا كان مهما كان اللي أنتِ تشتغلي فيه هو بيجيب فلوس. بس أنتِ دوري على حاجة اعمليها، دوري على حاجة اتعلميها. اللي بيعمل شموع ده ما اتولدش بيعرف يعمل شموع، اتعلم. اللي بيعمل رايزن ده ما اتولدش بيعرف يعمل كده، اتعلم. اللي بتفسّر واللي بتخيط اتعلمت. وأنتِ كمان عندِك استعداد إن أنتِ تتعلمي، أنتِ كمان عندِك مُخ زيّهم، فتقدري إن أنتِ تتعلمي وتبقي أحسن منهم كمان، صح؟ ابدئي من البيت، مش لازم إن أنتِ تعملي موقع وتعملي مش عارف إيه وتحطّي وتجيبي وتعملي، لأ عادي، أبسط حاجات وأبسط منتجات تبتدي إن أنتِ تعمليها، وتبتدي إن أنتِ تنشري الحاجة دي وسط صحابِك واحدة، واحدة، والحاجة بتكبر. زي القناة دي، أنا أول ما عملتها نشرتها على الفيسبوك بتاعي، ما كنتش أعرف حد ولا حد يعرفني، وكل الناس اللي كانت أصلًا بتتفرّج عليَّ كانوا صحابي وبيخشوا يتريقوا عليَّ، إيه الهبل اللي أنتِ بتقوليه ده؟ بس عادي، عادي شوية، شوية وبتكبر، إيه المشكلة؟ أنتِ ممكن تكوني بتعرفي تعملي حاجة عادية جدًا بالنسبة لِك، بس هي بالنسبة لحد تاني لأ. زي مثلًا إن أنتِ تكوني بتعرفي تعملي CV، فطوّري من نفسِك إن أنتِ تعملي CV بشكل احترافي، وابدئي على النت اكتبي يا جماعة أنا باعرف أعمل CV، لو حد عايز يبعت لي بياناته واعمل له CV، مليون حد هييجي لِك. زي مثلًا إن أنتِ تعملي ديزاين لدعوات على canva، ممكن تعملي ده وتنزّلي دعوة وتقولي يا جماعة أنا باعرف أعمل دعوات زي دي، وأي حد عايزني أعمل له أي دعوة يبعت لي، هتعملي مليون دعوة. إنِّك تكتبي بوستات، إنِّك تعدّلي فيديوهات، إنِّك تدرّسي للأطفال، تترجمي، تعملي أي شغلانة. لو أنتِ بتعرفي تعملي حاجة، لو أنتِ عندِك طاقة إن أنتِ تقعدي مع أطفال وتتكلمي معاهم، فأنتِ والله هتكسبي بالساعة مش باليوم، بالساعة. أمهات كتير جدًا عندها أولاد ووراها شغل وما بتعرفش تعمل حاجة بسبب ولادها، بتبقى مستنية بس واحدة تيجي تقعد معاها تخلّي بالها من الولاد، وما بتعملش أي حاجة في البيت وبتاخد أجرها بالساعة.
فلو انت عندك خدمة تقدري ان انت تقدميها تحلي مشكلة لشخص تاني، اعملي ده وما تستنيش ان الفرصة تجيلك. انت اطلعي دوري، اكتبي، سرشي على النت، اعملي سيرشك ان انت بتدوري على شغلانة في المجال ده. ما تستنيش حد يكتشفك يقول والله ده انت طيبة وبتحبي الاطفال فانت ممكن تشتغلي ناني. ما تستنيش حد وما تستنيش رأي حد ان هو يقولك انت ازاي هتشتغلي ناني. اعملي اي حاجة انت بتحبي. اطلعي قولي انا بعمل الخدمة دي وانا بقدم نماذج من دي وادي شغلي اهو، لو عجبكم كلموني. اشتغلي في البيع والشراء. مش لازم يكون عندك منتج او براءة اختراع باسمك انت ان انت اللي بتعرفي تعملي المنتج ده. انت ممكن ان انت تكوني بتجيبي حاجات بسعر رخيص وتعرضيها على النت وتبيعيها. جربي الاول، اعملي صفحة، اعرضي المنتج اللي انت هتشتغلي فيه سواء كان اكسسوارات او هدوم او اي حاجة. الناس ما بتبطلش تشتري اكسسوارات وما بتبطلش تشتري هدوم، وابتدي ان انت اعرضيها على النت وشوفي والله لو جالك كذا اوردر منها جمعي الاوردر بتاعك واطلبيها زي الناس اللي بتجمع من شي ان. اشتغلي على السوشيال ميديا، ودي حاجة من اقوى الحاجات اللي انت تشتغلي فيها حاليا في الايام دي. لو بتحبي مكياج اعملي صفحة عن المكياج، اعملي على اليوتيوب قناة مخصوصة ان انت تتعلمي او ان انت تعلمي البنات ازاي يحطوا مكياج. لو بتحبي الموضة اتكلمي على الموضة، دلوقتي مفيش اسهل من كده. تحبي الطبخ اعملي وصفات طبخ. تحبي الكتب اطلعي تكلمي عن الكتب. مش لازم تطلعي عشان انت خبيرة في الحاجة دي، اطلعي عشان انت بتحبي الحاجة دي والناس هتحبك، عشان انت هتكوني حقيقية وبتتكلمي بطريقة حقيقية وممتعة. واحدة واحدة هتبتدي الناس تجيلك وهيبقى عندك جمهور وهتبتدي اعلانات تجيلك وناس هيطلبوا منك ان انت تقولي رأيك في المنتجات بتاعتهم. واحدة واحدة الزهر هيلعب. ما تستهونيش ابدا بالعمل الحر. اصل في فرق بين ان انت تقولي انا بدور على شغل وفي فرق بتقولي انا عندي خدمة وبدور على عميل. يعني بدل ما انت تكوني مستنية شركة ترضى ان هي توظفك، لا ده انت بتدوري على شركة عندها مشكلة في الحاجة الفلانية اللي انت بتعرفي تعمليها فانت هتحلها لهم. فكده بدل ما انت تتوظفي في شركة انت هيبقى عندك كذا شركة انت بتشتغلي لهم. فاهمة الفرق؟ ابدأي بأي حاجة وبأي تمن، حتى لو انت كسبتي اول مرة 500 جنيه 100 جنيه افرحي لان انت جبتي فلوس من العدم. انت اشتغلتي وتعبتي عشان تجيبي الفلوس دي. ولو حد قالك ايه يعني كسبتي 100 جنيه ايه يعني كسبتي 500 جنيه هما دول يعملوا ايه في الزمن ده؟ فكري وقولي من جواكي وانت مؤمنة بده ان انا عملت الفلوس دي اول فلوس اعملها بايدي، وشوية شوية هتكبري. 100 دي هتبقى 1000 وهتبقى 10,000 بعد كده لو انتي استمريتي، لو انتي انضبطتي، لو انتي كملتي. مفيش حاجة بتحصل في يوم وليلة، لكن في حاجة بتحصل عشان انتي استمريتي فيها وانتي بتسعي فيها وانتي بتحبيها. انا بتعلم وبقع وبقوم تاني. كل ما هتفضلي شغالة في المجال بتاعك كل ما انتي هتتعلمي اكتر، كل ما انتي هتحسني من الخدمة اللي انتي بتعمليها اكتر، كل ما انتي هتعرفي تسوقي لنفسك اكتر، قيمتك هتزيد اكتر. اتعلمي البيع. احنا كلنا ما عندناش المهارة دي، بنتكسف ان احنا نبيع الحاجة. اتعلمي مهارة البيع. اتعلمي ازاي تعرضي خدمتك اللي انتي هتقدميها، ازاي تصوري المنتج بتاعك، ازاي تكتبي اعلان، ازاي تسعري شغلك، ازاي تكلمي العميل وتقنعيه ان انتي لازم يجي يشتري منك المنتج ده. انا بشوف بنات كتير قوي مثلا بتشتغل في الميك اب فتروح منزله ان المنتج ده مثلا ب1000 جنيه، فانا اخش او مثلا تقول السعر انبوكس، فانا ادخل اقول لها بكام المنتج فتروح قايله لي ب1000 جنيه. خلاص شكرا خلاص. في بنت تانية بتكلمني بتقولي مثلا نفس المنتج ماشي وتقولي مثلا ب1000 جنيه نفس السعر، فانا اجي اقول لها تمام شكرا، فتيجي تقول لي تحبي ان انا اقول لك ايه المميزات بتاع المنتج ده وليه تشتريه، وانا عن نفسي تحبي ابعت لك ريفيو على نفسي من المنتج ده وان انا استخدمته وعمل ايه في بشرتي؟ اقول لها اوكي يعني ماشي قولي يا ستي ايه المشكله. تبتدي ان هي تبعت لي صور وهي حاطه الميك اب ده وتبعت لي بيه لوكات تقول لي بصي ده انا كنت مستخدمه الاي شادو ده وانا في البحر وانا في فرح وانا في يوم الصبح، فانت لو انت جبتي الباليت دي هي هتفضل معاكي طول الوقت، هتستخدمي بيها كل اللوكات، هتعملي بيها كل حاجه. بتقعد تتكلم معايا بتحسسني اللي هو انا لازم اشتري المنتج ده هو اللي هينقذ حياتي وهينقذ الميك اب بتاعي. مريم فوقي، دي بياعه، بياعه، دي شاطره، دي بياعه شاطره بتجبرني ان انا اشتري منها. اتعلمي المهاره دي. تعلميها فين بقى؟ دوري على اليوتيوب، كورسات اونلاين، دوري على اي حاجه، المهم تتعلمي ازاي تبيعي. حاجه كمان كده بنغلط فيها كلنا، انا اول واحده، وهي اول فلوس بمسكها في حياتي بحب اصرفها. اصلا تعبت فيها فانا عايزه اصرف وبعزق اوري الناس ان انا فليسه وكده. اول فلوس انت هتجيبيها انت هتكوني تعبتي فيها، انا عارفه، بس ما تصرفهاش كلها. انا عارفه ان انت عايزه تنبسطي، عايزه تجني ثمار النجاح، انا عارفه، بس خدي ثمره واحده
اصرفيها وكلي وانبسطي وعيشي حياتك وكل اللي انت عايزاه، وعيني جزء من الفلوس عشان تطوري من المنتج اللي انت بتعمليه، سواء انت بتشتغلي في الرايزن او تشتغلي في الشموع او الصابون او اي مجال انت قررتي ان انت تشتغلي فيه. حتى لو انت هتعملي بس سيفيهات، طوري من نفسك في المجال ده واشتغلي على نفسك اكتر واعملي كورسات اكتر. خلي بالك ممكن تيجي تقولي لي مريم ده الاي اي مش سايب حد في حاله وعادي اي حد يعمل السي في على الاي اي. لا بجد لا، وبيتعرف. واي حد بيستخدم الاي اي هتلاقي دلوقتي في اي شركه او اي شغل يروح قايل لك اعملي السي في من غير استخدام الاي اي او الذكاء الصناعي، وبيتعرف. فعشان كده لسه بنلجأ لحد في المهنه دي. الاي اي سهل حاجات كتير، الاي اي منع حاجات كتير ان هي كانت شغلانات موجوده والناس كلها بقت بتحتاج الاي اي دلوقتي. بس هل هو الاحسن؟ لا. انت بنفسك لما بتتصوري صوره تحفه وصوره معموله بالاي اي مش بيبقى باين الفرق؟ الصورة الطبيعية عن الاي اي بتبقى باينة ومعروفة وكلنا عارفينها. فما تفتكريش ان لا مش هينفع اخش المجال ده عشان الاي اي كلو. لا عادي، جربي مش هتخسري حاجة. انت كده كده اصلا في نقطة الصفر، ما تجربي يعني هتقعي عن نقطة الصفر هتبقي ايه؟ هتبقي في نفس النقطة. خلاص جربي. لكن لو نجحت خلاص انت كده هتبقي احسن. الفلوس اللي هتجيلك هتصرفي جزء ليكي وجزء هتحوشيه تدخريه. واحنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الادخار ده، وهسيب لك الفيديو في صندوق الوصف، لازم تخشي تتفرجي عليه. لازم، اللي هو 10 حاجات تصرف فلوسك عليهم. انا كنت عملت الفيديو ده وقلت لكم يا جماعه انا مش عارفه ايه تصرفوا فلوسكم ايه، مش لما يبقى معاكم فلوس انا هعمل لكم فيديو تاني ازاي تجيبي فلوس. فلو سمحتي شوفي الفيديو ده ازاي لما تجيلك فلوس تدخريها وتستثمري فيها. وتالت جزء من الفلوس عايزاكي ان انت تستثمريه في شغلك عشان تطوري من ادواتك وتطوري من نجاحك. هتطوري من نجاحك ده ليه؟ عشان انت هدفك مش ان انت هتعملي شغلانه مره واحده وهتروحي، لا انت هتعملي شغلانه وهتستمري فيها، فلازم افضل اطور من نفسي. فهماني؟ اظن كده المسج وضحت. اخر واهم حاجه عايزه اقولها لك انك ما تستنيش الثقه عشان خاطر تقولي انا هبدا. الثقه هتجيلك لما تبداي. انا صورت مليار فيديو قبل ما انزل اول فيديو ليا، مليار فيديو، ولا واحد كنت عايزه انزله. حتى اول فيديو انا نزلته على القناه ما كنتش عايزه انزله، لان انا كنت مستنيه ان انا اكون واثقه من نفسي اكتر. مع اول فيديو انا نزلته واول لايكات جات لي واول تنمر اتعرضت عليه، ابتديت اقف على رجلي وزق الارض برجلي واقول انا بعرف اصور، انا شاطره، انا واثقه من نفسي، انا هكمل. المايك قطع بس عادي انا معاكم. يعني مع اول فيديو انا وقفت وقلت انا موجوده، انا عايزه اعمل ده، انا بحب ده، انا ده هو هيبقى شغفي، هو ده الحاجه اللي انا بحبها. انا بطلت اصور فيديوهات كتير ورجعت وبطلت ورجعت وبطلت ورجعت. ليه انا ببطل وبرجع عشان بتوه في الدنيا، بتوه في المسؤوليات اللي ورايا، بتوه في حياتي. برجع بقول لا مريم ناقصها حاجة، في حاجة ناقصاني. أنا رجعت وقلت أنا هنا، ده مكاني، أنا هصور. أنا عايزاكي تبقي كده، تبقي في الشغل اللي انت بتشتغليه اتعلمي حاجة. حطي في دماغك النهاردة حاجة هتتعلميها أيا كانت هي إيه، واشتغلي عليها وطوري من نفسك وابتدي نزلي اول حاجه انت هتعمليها. هتعملي فيديوهات على اليوتيوب، اعملي دلوقتي افتحي القناه واعمليها دلوقتي من غير ما تنزلي عليها حاجه، شيريها وقولي للناس. هتبيعي منتجات، اعملي جروب دلوقتي. هتعملي جروب للهدوم، هتبيعي الشيء، هتعملي اي حاجه انت هتعمليها، اي مشروع اتعلميه وابتدي دلوقتي. وقعدي فكري انا عايزه ايه، انا خلال 30 يوم ايه هدفي من المشروع ده. انا عايزه يبقى عندي 10 عملاء، انا عايزه يبقى عندي 10 سبسكرايبر جداد، انا عايزه الفيديوهات بدل ما بيشوفها 100 واحد يشوفها مليون واحد. حطي هدفك وقولي طيب انا هوصل للهدف ده ازاي. دوري على طريقه، فكري، خططي، ارسمي خطتك، وما تستعجليش النجاح. النجاح بيجي للشخص اللي بيستمر مش للشخص المستعجل. عارفة لو احنا عندنا زرعة نبتة صغيرة كده ومفرعة، وانا قررت النهاردة ان انا هسقيها وهشبعها مية، ماتت. لكن لو انا كل يوم بديها شوية مية صغيرين هتكبر وهترعرع وهتطلع شجرة. ليه؟ لان لو انا عندي حماس دلوقتي حالا ان انا اعمل مشروع دلوقتي عشان عايزه اكسب منه فلوس دلوقتي، مفيش حاجة هتحصل. لكن لو أنا قررت إن كل يوم في جزء من وقتي هيروح للمشروع بتاعي ده وهستمر عليه، هستمر عليه للأبد، هيكبر.
لو انا اهتميت بيه هيكبر. انا عايزاكي تهتمي بمشروعك، تهتمي بدماغك، تطوري من نفسك وتطوري في مجالك وتنزلي وتشتغلي. عارفة لو انت عندك 12 سنة اشتغلي، ولو انت عندك 50 سنة اشتغلي. عمر الوقت ما كان مشكلة، عمر السن ما كان عائق. العائق الحقيقي بيبقى في مخنا احنا، بنقول ايه ده، هو انا معقول 12 سنة وهشتغل؟ ليه اشتغل؟ ليه؟ ما بابا يصرف عليا. وفي نفس الوقت برضو لو انا عندي 50 سنة، ايه ده، انا 50 سنة معقول اشتغل؟ امال انا متجوزة ليه؟ ما هو يصرف عليا. كل واحدة فينا بترمي اللوم على الراجل عشان هو اللي يبقى مسؤول عنها، لكن هي مش عايزة تشيل مسؤوليتها. مع ان لو انت وصلتي للاستقلال المادي انت هترتاحي جامد جدا، انت هتحسي بنفسك، هتحسي بنجاحك، صدقيني هتحسي بنجاحك. ده كان اخر الفيديو. نصيحتي ليكي الحقيقية بجد انك تشتغلي على نفسك وتحطي هدف في حياتك، ان كل يوم هتتعلمي وكل يوم هتقدمي حاجة، حتى لو هي حاجة واحدة بس. عارفة لو انت قررتي كل يوم تقري سطر واحد بس هتخلصي الكتاب. انت بس ابدأي. وانا كده خلصت الفيديو ده، وشكرا جدا على وقتك.